رب العالمين. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك الديان القوي السلطان، جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج الى احد، وتقدس عن نظير وانفرد، وعلم ما يكون واوجد ما كان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما توحد الله. لا النص اللي النحالي ما صلاش على سيدنا النبي. احنا جايين عشان نوحد ربنا ونصلي على سيدنا النبي محمد. الرحيم الرحمن الملك الديان القوي السلطان، جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج الى احد، وتقدس عن نظير وانفرد، وعلم ما يكون واوجد ما كان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا انا مستني بس ما تخلصوا. الله يخليك يا سيدي، والله انا تلميذك. مد الارض فاوسعها بقدرته، فتوحد الله. واجرى فيها انهارها بصنعته، وسبغ انوار نباته بحكمته، فمن يقدر على سبغ تلك الالوان والحب ذو العصف والريحان. ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها، وارسل السحاب بمياه تحييها، وقضى الفناء على جميع ساكنيها، كل من عليها فان. خلصتوا كلام ولا لسه الناس اللي بتتكلم؟ لا انت تخلصوا عشان احنا هنقول 5 دقايق مركزة. مد الارض فاوسعها بقدرته، انهارها بصنعته، وسبغ انوار نباته بحكمته، فمن يقدر على سبغ تلك الالوان والحب ذو العصف والريحان. ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها، وارسل السحاب بمياه تحييها، وقضى الفناء على جميع ساكنيها، كل من عليها فان. من خدمه طامعا في فضله نال، ومن لجأ إليه في رفع كربه زال، ومن عامله أربحه، وقد قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله يبارك فيك يا مشكال. أنا خلصت. طب وحد الله. اللي بيحب سيدنا النبي صلى عليه. غازلتها فتبسمت، فرمى الفؤاد بحبها، يبغي وصالا لا يريد سواها. هلا عرفتم من تكون حبيبتي، ومن التي لبس الفؤاد رداها. تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وقد جئنا لنقدم واجب العزاء. جئت من القاهرة، هقول لكم 5 دقايق إن شاء الله لكل العائلة الكريمة، عائلة النجار، ولأخي وصديقي وابن عمي المهندس حسين النجار، وكل الإخوة الأصدقاء. بص يا سيدي، احنا كنا زمان كان البيوت كلها من طين، بس القلوب من ذهب. والله العظيم كانت كل البيوت من طين، بس القلوب من ذهب. لا حد بيكره حد، ولا حد شايل من حد، ولا حد بيقول لحد لما موت فلان ما يمشيش في جنازتي. دلوقتي انتوا فاكرين زمان ايام الرغيف المرحرح، وفاكرين سيدنا كان في زمان اسمها ايه؟ زرعة المش. ومن يوم ما شلنا زرعة المش وحطوا مكانها طبق الدش، كتر الغش، والناس لا بتهش ولا تهش. ايوه كده بدأتوا تصحوا. وحد الله. ومن يوم ما طلع النت، الله يبارك فيك، الله يعزك، ومن يوم ما طلع النت لا بيسمع الكلام ولد ولا بنت.
تيجي تقول للواد يمين يقول لك شمال، تيجي تقول للبنت يلا عشان تذاكري تقول انت هتعرف اكتر مني، زمانكم غير زماننا. صحيح زماننا يا سيدنا الشيخ علي كان كله بركه. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قالش خيرات. ربما ترى الخير كثيرا ولكن اين البركه؟ ما تسمعني الصلاه على النبي. انا هقول لك شويه عسل. بص يا سيدي، السرعه على قدر الهدف. لو رايح لسيدنا النبي، لا والله النص ده ما تصلي عليه. نفسك تركب طيارة او صاروخ عشان توصل للنبي. عشان كده السرعة على قدر الهدف. يقول لك ايه؟ اسمع الكلام ده، لو انت الهدف بتحبه عايز توصل. سيدنا الامام الاصمعي رأى رجلا كسيحا، فبقول له رايح فين؟ قال له رايح ازور النبي. قال له بقالك كام في الطريق؟ قال له 5 سنين. قال له وانت كسيح مشلول والمسافة بعيدة؟ قال له ايه؟ اما عن ضعف بدني فمولاي يحمله، واما عن طول مسافتي فالشوق الى رسول الله يقربه. الله يبارك فيك. انا والله قلت الكلام ده في سيدنا الحسين. خلي بالكم والله انا بقول لكم اللي بيحب واحد عايز يوصل له بسرعه. عشان كده اسمع بس الكلمتين دول، السرعه على قدر الهدف. عايز توصل ازاي؟ عشان كده ربنا قال ايه لما تروح عشان العيش؟ يقول لك ايه؟ وحي الشعب المصري اللي ياكل مع واحد لقمه يقول له ايه؟ ده انا واكل معاه عيش وملح، مش هيطعني في ظهري. طب لو طعنه في ظهره يقول لك قليل الاصل. لما واحد يقول لك انا اكلت معاه عجل، وفي ناس تاكل معاه عجل وبرضه يطعنك في ظهرك. واحنا في فاووس مع سيدنا الشيخ علي، قام واحد قال والله انا مديت ايدي لناس كتير. سيدنا الشيخ الشعراوي يقول لك اللي تمديله ايدك خلي بالك ويخونها مش عايز يشوفك، لانه اول ما يشوفك عايز يمشي من الشارع التاني. وسيدنا الشيخ علي كنا من اسبوعين في فاووس انا وهو الشيخ محمود الشحات، فكنا بنقدم، فواحد قال صدق بالله انا خدمت الناس كلها. قلت له يعني ايه؟ قال لي زي الست اللي جوزها يديها كل حاجه في الدنيا ويحصل موقف بسيط والست تقول والله ما شفت معاه يوم حلو. طب واللي فات كله ايه؟ ولا يوم حلو. تقول لك ولا يوم حلو. عشان كده الراجل قال ايه؟ قال اما عن ضعف بدني فمولاي يحمله، واما عن طول مسافتي فالشوق الى رسول الله يقربه. ثم انشد يقول زر من هويت وان شطت بك الدار، وحال من دونه حجب واستار، لا يمنعك بعد عن زيارته، ان المحب لمن يهواه زوار. اللي بيحب واحد يزوره. السرعة على قدر الهدف. لما يكون في لقمة عيش يقول لك ايه؟ ربنا يقول ايه؟ فامشوا، يبقى ماشي بسيط اهو. طب لما كل الصلاة قال فاسعوا، طب لما كل الجنة قال وسارعوا، طب الى الله قال ايه؟ ففروا الى الله. وحد الله يا عم. تاني يا سيدي، تاني في السعي على لقمة العيش ربنا قال للناس ايه؟ فامشوا. وعند الصلاة قال ايه؟ فاسعوا. السعي احسن اسرع. السعي الله يفتح عليك السعي. طيب عند الجنة قال ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. في سورة آل عمران. في سورة الحديد سابقوا، لكن ديت وسارعوا. عارف الناس مش واخده بالها لما يكون في واو يعني يقول لك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. عارف الناس فاكرين رقيب وعتيد اتنين، فيقعد يشاور لك. كنا زمان نعرف كده، يشاور لك يقول لك رقيب وعتيد. لا، رقيب وعتيد هو ملك واحد. الناحيه دي رقيب وعتيد والناحيه دي رقيب وعتيد. قول لي انت جبت الكلام ده منين؟ ما توحد الله. الحاجات دي مهمه.
مش يجي نحكي لكم قصة ونمشي، لا، الحاجات البسيطة دي هي اللي في القرآن لازم نتعلمها، البلاغة دي. لما اقول لك جاء احمد محمود، كم واحد جه؟ واحد، الله يفتح عليك. طب لما اقول لك جاء احمد ومحمود يبقى اثنين. فلو قال لك رقيب وعتيد يبقوا اثنين، لكن قال رقيب عتيد. عشان كده في القرآن اسمع كده يقول لك ايه لما السعي على لقمة العيش، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فامشوا في مناكبها، وللصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، وللجنة قال وسارعوا إلى مغفرة، وإلى الله فقال اسمع كده ففروا إلى الله. أنا أقول الكلمتين اللي جايين وخلصت أهو عشان الشيخ خالد سمعني الصلاة على النبي. شوف القرآن يقول لك ايه، اسمع الكلام بالله عليك يا اخي، خلي الكلام يدخل قلبك، والله طالع من القلب. شوف القرآن يقول ايه، اسمع كده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سمعني الصلاة على النبي. اسمع كده وبعدين يروح قايل لك ايه، اسمع يا سيدي، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. ما قالش الى الجنة، يبقى مين اللي هيستضيفك؟ الله. ما قالش الجنة، ما قالش يوم نحشر المتقين الى الجنة، لكن قال يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. اعظم وفد واعظم وعد تاخده من مين؟ لان الناس بتكذب، هي طبيعة الناس كده. انت فين؟ انا داخل على ابو حماد. فين؟ لسه في بلبيس. لازم تكذب من يوم ما طلع المحمول. لكن تعال شوف حضرتك انت اللي هيضيفك مين؟ نعم الوفد ونعمة. يقول لك وفد عالي المستوى، وفد رفيع المستوى. هقول الآية تاني، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. بص اللي بعدها ايه، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كان زمان لما يعلقوا الطنبوشة يقول لك عايزين حد يسوق الطنبوشة. طيب وردت الإبل الماء من شدة العطش، فالمشركين والمجرمين هيروحوا للنار وملائكة سيئاهم بيضربوا فيهم، لكن انت لا، ان شاء الله كلنا ندخل الجنة. قال ايه، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. انا خلصت كلمتي، لا خلصت، بس هنطلع بحاجة من الكلمة. اول حاجة جبر الخواطر، ومن صار بين الناس جابرا للخاطر ادركه الله في جوف المخاطر. والله اقول لك عمل حادثة وربنا نجاه، وانت لما تشوف واحد وتجبر بخاطره حتى لو بكلمة. مرة واحد جالي فبختبره كده وعشان هيشتغل معد او مذيع في التلفزيون، فبقول له تعالى، فقعد قدامي قال لي ايه الاخبار؟ فقعد كده يا سيدنا، قلت له انت ممتاز بس ناقصك شوية حاجات بسيطة. فضلت والدته ووالدي يقولوا ربنا يكرمك، حاجة بسيطة مع انه لا يصلح، لكن لما تقول له كده جبرت الخاطر. وفي واحد تقابله مش عايز، اوعى ايذاء المشاعر اصعب من ايذاء الابدان. اوعى تأذي واحد في مشاعره. ليه؟ طوبى لمن نام والناس يدعون له، وويل لمن بات والناس يدعون عليه. يبقى نطلع بجبر الخواطر. الامر الثاني، قدم الصفحة عن الذلل تجد الجزاء من جنس العمل. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أقول قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. شوية بعد العشاء.
امر يا سيدي. لا انت نايم.